السلام عليكم. اليوم بنسوي معكم الحرشة المغربية مع الأتاي بطريقة سهلة جدا كالعادة. نشوف الطريقة. أول حاجة هنا عندي 3 أكواب سميد ما يقارب 500 جرام. هنا عندي ملعقة كبيرة سكر، وملعقة كبيرة بيكنج باودر، مع ملعقة صغيرة خميرة. هنا عندي ربع كوب زيت، وهنا عندي ملعقة كبيرة زبدة، وهنا عندي الموية طبعا حنحطها بالتدريج. نبدأ بالوصفة. أول حاجة أنا بحط المكونات الجافة. هنا عندي الخميرة والبيكنج باودر. بعد كده بحط السكر، نقدر نزود السكر حسب الرغبة، ونخلطهم مع بعض كويس. بعد كده بحط الزيت، وآخر شيء هنا عندي الزبدة. بعد كده بنزل الموية بالتدريج وأعجن. إلين ما أوصل لهذا القوام. حاليا بغطي العجين 15 دقيقة. بعد 15 دقيقة آخذ قطعة وأشكلها مع أي برطمان عندي بهذا الشكل. أرش شوية سميد وأبدأ بتشكيل الحرشة. هنا عندي الصاج على نار متوسطة، أحط عليه شوية زيت. بعد كده برش شوية سميد. بعد كده بحط الحرشة اللي شكلتها. أول ما تستوي من الجهة الأولى أقلبها على الجهة الثانية. وبكذا تكون عندنا الحرشة جاهزة. نحطها في صحن التقديم مع الجبن. حاليا برش عليها شوية عسل أو سيرب أو عسل أسود اللي يريحكم، ونقدمها مع شاي الأتاي المغربي. وبس كذا، وعليكم بألف عافية.